يا هلا وغلا، ازيكم؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ وحشتوني جدا. بصوا بقى النهارده فيديو مشتريات. عايزه اوريكم فيديو مشتريات عن الميك اب. بقالي كتير قوي ما اتكلمتش عن الميك اب، فحابه ان احنا ندلع نفسنا كده شويه ونتكلم عن شويه ميك اب حلو لذيذ طلع الفتره اللي فاتت دي وعجبني. في حاجات انا بجد 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 جايباها السنه اللي فاتت. انا بحب الميك اب، بحب اشتري ميك اب مش لدرجه الهوس، او اعتقد يعني طالما انا جبتهم يبقى هستخدمهم وهقول رايي فيهم، فاستنوا الريفيو الكامل عنهم ان شاء الله. نبدا باجدد اجدد اجدد حاجه واكتر حاجه سعرها كويس. اجدد حاجه بقى نزلت في اماندا وعجبيني جدا جدا، الليب جلوس بتوع اماندا اللي هم اسمهم ديفا. ده شكلهم، ودول عملت عنهم ريل على الانستجرام. انتوا مش عندي على الانستجرام، انتوا مش عندي ليه؟ قولوا لي. عجبوني جدا، وده انا حاطه رقم 15، ده هو اللي انا حاطاه دلوقتي. هما كلهم لونهم على نيود، منهم نود بينكش او كشمير، وفي منهم نود بنيات، يعني ده كده على بني وده كده على كشمير بسيط. عايزه اقول سعرهم كان 95 جنيه، وده سعر حلو جدا جدا مقارنه بالاسعار الحاجات التانية يعني. بس هما مش ثابتين، وبيطلعوا طبعا مع الاكل والشرب وكل حاجه. فبس هو الحلو ان هو دلوقتي بقى اللوك الدوي هو اللي موجود اكتر من اللوك المات وكده. وانا يعني انا عن نفسي ما كنتش بحب قوي شكل الليب جلوس، يعني عارفين من 10 سنين كده كان الليب جلوس ده ايام الليب جلوس الشفاف، وكنا مسميه ملمع الشفاف. فكرني يعني ما اعرفش بزمان قوي كده، فما كنتش بحبه. انا عن نفسي بحب اللوك المات اكتر. بس لما الواحد كده ايه ابتدى يعني نفسه تهفهف على اللوك الدوي، اللوك الجلوسي، بيدي شكل برضو اصغر سيكه، بيدي شكل شبابي كده وفريش، فحلو قوي عجبني. بصوا هو ده اللي انا حاطاه، عجبني وسعره حلو جدا 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 وكميته كبيره. فده اول حاجه انا جبتها. هوريكم حاجات ميبلين. بصوا ميبلين خلوا الباكجينج بتاعهم بينك ازاي، لذيذ قوي الباكجينج الجديد. الباكجينج القديم كان اسود كده وكان كئيب، الباكجينج الجديد او الاكياس يعني ما علينا. منهم الليب جلوس برضو بتاعهم والماسكارا، دول اجدد حاجه انا شفتها في ميبلين. هو طبعا والفاونديشن اللي هو التنت، اللي هو التندد كريم ده اللي هو فيه فيتامين سي، بس انا حسيت ان انا مش محتاجاه، او انا عندي فاونديشنات كتيره قوي وانا مش بحط فاونديشن كتير اصلا، خصوصا في الصيف يعني. اما لو حطيت هحط بتاع الميبلين اللي هو فيت مي اللي هو المط، او لو خارج الصبح بحط صن بلوك. فحسيت ان انا مش محتاجاه، قلت ان انا اجيب الحاجه اللي انا نفسي اجربها وهستخدمها يعني. اوكي، الليب جلوس بقى بتاع ميبلين تحفه تحفه تحفه. انا جبت منه الشيد دي اللي هي اسمها ستون، ودي شيد كده على بني. بصوا طبعا يعني الباكجينج متعوب عليه، وهناك فرق سيدي القاضي. تمام، بصوا ده اللون، بصوا الفرشه اصلا فخيمه ازاي. ده اللون على بني شويه، ده فيه هيالورونيك اسيد وبيديكي بلامبي افكت، او بيحسسك ان شفايفك مترطبه قوي. بصراحه ده تحفه. ده تقريبا سعره 300 وحاجه، ونون بيعمل عروض. او لو عندكم تعرفوا حد عنده كود خصم، انا ما عنديش كود خصم على نون، لو تعرفوا حد عنده كود خصم استخدموا كود الخصم هيقل شويه. الماسكارا دي برضو اجدد حاجه، انا لسه ما فتحتهاش للاسف، هفتحها قريب لان فاتحه 3 ماسكارات والثلاثه خلاص نشفوا، فهفتحها قريب. اوعدكم اول ما افتحها اعمل عنها فيرست امبريشن، او على الاقل هقول لكم رايي فيها. هي الماسكارا بتاعتها الفرشه بتاعتها من جوه سيليكون، فانا متحمسه ان هي تكون حلوه. والماسكارا برضو كان سعرها 300 وحاجه. انا عارفه ان ماسكارات ميبلين تعتبر بقت غاليه دلوقتي، بس بجد يعني انا خدت لفه كده لقيت ان كل الماسكارات سعرها غالي جدا، ما فيش حاجه او ما صادفتش حاجه سعرها تحت ال150. حتى بتاعت اسنس ببص لقيت اسعارها ضربت، الا بقى اذا مثلا هتلاقوا على نون، ساعات نون بيبقى عامل عروض او عامل 50%. فبجد استغلوا العروض، لان الحاجه اسعارها كلها ضربت يعني. حتى البراندات اللي كنا بنقول الماسكارا فيها حلوه وسعرها بسيط، كل الحاجه سعرها عالي. دي ممكن يبقى سعرها عالي شويه 300 او 300 وحاجه، بس كله عالي. فانا شايفه ان هي نسبه وتناسب. حاجه كمان بقى جبت من لوريال كونسيلر بتاعهم، وانا جبت 2 شيدز الحقيقه، مع ان الكونسيلر ده انا اصلا مش عارفه والله يعني مش بستخدمه كتير. انا حاطه الريسيت معاه اهو عشان تعرفوا. هو كان ب 243، كان عليه سيل في شيدز معينه كده كانوا عاملين عليها سيل. جبت الشيد دي 330، هي غامقه شويه بس انا بحب ان انا
اغمق لو في هالات، بحب ان انا اغمق الاول. ده لو هحط فول ميك اب يعني. سعره كام دلوقتي؟ ممكن يبقى عدى 300 معرفش، بس ده طبعا كونسيلر فول كفر. النقطه منه مش للاستخدام اليومي خالص. ان شاء الله هعمل عنه ريفيو لوحده كده وهوريكم فرق الدرجات. جبته 330 و 332. انا بحب الدرجات الغامقه، لان درجات الفاتحه بتخلي تحت العين رمادي. فلما يكون عندك هالات وتحطي درجه افتح من درجه بشرتك اصلا، فبيبان اللون تحت العين مجير ورمادي وشكله غريب. انا بحب ان انا اغمق بدرجه، ولو عايزه افتح حاجه بسيطه يا اما بفتح ببودر يكون فاتح، يا اما بنقطه كونسيلر افتح درجه. الكونسيلر ده فول كفر. طبعا هو زي بتاع تارت، يعتبر دوب او بديل لبتاع تارت، وعملت فيديو عنه قبل كده وقلت لكم ان اصلا الكونسيلر ده مش استخدام يومي، ده بتاع مناسبات او ميك اب ارتست، او هتحطي فول ميك اب، او عايزه تحطي نقطتين 3 كده وما تحطيش اصلا فاونديشن، فده استخدامه. تمام. وانا قلت سعره الحمد لله ان انا محتفظه بالريسيت. حاجه بقى جبتها من كيكو، جبت منهم الليب جلوس بتاع كيكو. يا رب الفاتوره الاقيها. بصوا الفاتوره اصفرت من كتر ما انا جايباها. هقول لكم امتى بقى جايباها عشان ما تضحكوش عليا. بجد ده جنان. 8/22 شهر 8/22. بصوا بقى، انا كنت عارفين الهبه او الضجه اللي طلعت على روج كيكو بتاع اللي هو 103، اللي هو الدبل تاتش ده. ده انا كنت هموت عليه، وهو يمكن دلوقتي بقى موجود عادي خلاص لان سعره بقى فوق 400 اعتقد. فلما رحت لقيت يعني مفيش اصلا ولا حاجه غير لون واحد تقريبا كده، كان لونه موف غامق قوي، ما كانش عاجب اي حد اصلا. فالبنت هناك قالت لي طب خدي الليب جلوس ده، هو يعتبر اقرب حاجه ل 103 وده رقمه 21. ايوه بالظبط كده اسمه. وده شكل العلبه اسمه 3D هايدرا ليب جلوس. ممكن اجربه دلوقتي عادي جدا، بس عايزه ابص في المرايه. يا جماعه هو انا ليه حاسه ان طعمه عامل زي الشوكولاته بجد. غني جدا جدا، غني ولونه اقرب للبني شويه. تحفه. حجمه بصوا الباكجينج كيوت ازاي، مسحوب كده، ينفع تحطيه في شنطتك. تحفه الصراحه. فده من الحاجات اللي انا حبيتها جدا وما ندمتش ان انا جبتها، لان الدبل تاتش بيقولوا ان هو بينشف الشفايف قوي. طبعا انا ما جبتوش يعني فما اعرفش، بس كل الريفيوهات اللي خصوصا درجه 103 كله بيقول ان هي درجه يعني ما كانش يستحق الضجه اللي اتعملت عليها اكتر. في يمكن درجات احلى منها. انا بحب البنيات قوي، فشايفه ان الدرجه دي حلوه عليا. قولوا لي برده في الكومنتات ايه رايكم في الدرجه دي، هل هي حلوه عليا ولا لا. ده كان سعره ايه بقى بعد الرغي ده كله؟ كان سعره 299 جنيه اعتقد. هو دلوقتي بقى ب 300 وحاجه يعني اعتقد ذلك. كمان بقى عايزه اوريها لكم في الميك اب، وهي من براند بتحبوها قوي اللي هي جولدن روز. انا برضو بحب البراند دي جدا. هو الكريمي بلاش ستيك اللي هو بلاشر او كريم بلاشر بس ستيك. ده شكله بصوا الباكجينج بتاعه فخامه شياكه. عايزه اقول لكم سعره قبل الريسيت ما يضيع مني. ده كان سعره 220 جنيه. والدرجه من جوه يا جماعه درجه الشياكه والاناقه. الدرجه اسمها ايه بقى؟ معلش عشان بنسى الحاجات دي، بنساها جدا. الدرجه رقمها 110. ماشي. بصوا لي بقى، شوفوا لي بقى الشياكه والاناقه. درجه بتليق على كل الناس، اللي هي بقى ايه، ولا منها خوخي ولا منها بينك ولا منها نيود على بني، كده ميكس ما بين التلاتة. حلوة قوي قوي بقى في المصايف، في اللوك اللي هو الخفيف جدا اللي انتي مش عايزه تحطي حاجه. يعني انا مثلا ده ممكن احطه فوق الصن بلوك حته كده صغنونه في مصيف في حاجه، فيديكي احساس ان انتي وشك فيه نضاره، لا كريمي كده وخفيف جدا. يعني بصوا حتى تحسوا ان انا الحته اللي انا حطيتها كانها اتمسحت. خفيف جدا جدا جدا، ملمسه كريمي وحلو قوي. انا حاجه زي كده احبها في الشتاء اكتر طبعا. ولو عايزه تثبتيه اكتر بتحطي فوقيه باودر بلاش او بلاشر يكون كومباكت باودر يعني. تمام. فده لذيذ جدا جدا. بصوا الحاجات دي تبقى
بالنسبه لي انا يعني تبقى تحفه في السفر. ليه؟ اولا الباكجينج محترم، تعمل الميك اب حطيها في شنطتك مش هتخافي عليها. السفر بتبقي عايزه الحاجه الصغنونه اللي تجيب معاكي من الاخر، والحاجه اللي تخلي شكلك فريش. احنا مش رايحين فرح، احنا مثلا مسافرين مصيف يومين حاجه كده، فعايزين شكلنا يبقى فريش وشكلنا حلو في الصور، وفي نفس الوقت مش حاطين ميك اب اوفر فباين شكلنا كيكي كده، او ايه ده انتوا رايحين فرح على الصبح ولا ايه. فحاجات زي كده بتبقى لذيذه جدا جدا، وحجمها صغير وبتعمل مفعول حلو قوي قوي قوي، وتبين شكلك ناتشرال كده ولذيذ. عارفين الشكل الكيوت ده. اخر حاجه بقى جبتها وعايزه اوريها لكم هي الكونسيلر بتاع بورجوا ده. كنت جايباه من مزايا، كان سعره 205. ده الشيد اللي هي 53. انا جبت ليه الكونسيلر ده؟ لان زي ما قلت لكم الكونسيلر بتاع لوريال تقيل جدا جدا ومحتاج فول ميك اب، او محتاج ان انت تكوني هتتصوري اصلا. فقلت ان انا اجيب حاجه خفيفه كده زي بورجوا، لان بورجوا هيلثي ميكس الفاونديشن تحفه وكان عاجبني جدا، بس الكونسيلر صراحه يعني ما عجبنيش قوي لحاجه واحده بس. هو قوامه من جوه كريمي وتحفه وزي القمر وكل حاجه، وده شكل الشيد على ايديا لو انتوا نفس لوني، فهي تعتبر لوني جدا اصلا. عجبنيش فيه واللي مش هيبان على الكاميرا ان انتي بعد ما بتفرديه بشويه بحس ان هو بيأكسد سنه، وفي جليتر بسيط، يعني في لمعه هي مش لمعه جليتر، وما ينفعش تبقى في كونسيلر لو هحطه لوحده. فاهمين قصدي؟ يعني ده لو هحطه لوحده هيبقى باين ان تحت عيني في جلو. هو المفروض ان هو الجليتر ده يديكي جلو، بس هو في الاخر بيبان جليتر، بس بعد شويه بحس ان الجليتر ظهر. عارفين لما الحاجه تنشف فيبان ان كان في مثلا لؤلؤ في الموضوع؟ يعني هو جليتر خفيف جدا جدا جدا. فانا يعني زعلت. انا طبعا كان عاجبني وانا بشتريه، بس لما جيت وحطيته في البيت وحطيته لوحده حسيت ان انا شايفه الجليتر ده. فحسيت ان هو مش هينفع ان هو يتحط لوحده، محتاج ان انت تحطيه مع فاونديشن وبلاشر وكحل وماسكارا، او ماسكارا بس، بحيث ان انت يبان شكلك لا انا حاطه ميك اب. فلو هيديني جلو في الحته دي يبقى الجلو شكله متناسق مع وشي كله. فبس لكن هو ككونسيلر حلو جدا لو مع ميك اب. لكن انا كنت بدور على حاجه احطها لوحدها لو انا عايزه اخفي بس الهالات اللي في وشي ويبان شكلي مصحصح كده وفريش، رايحه الشغل، رايحه مشوار سريع، او خارجه خروجه سريعه، مش عايزه احط فول ميك اب، مزاجي كده مش عايزه احط فول ميك اب، عايزه احط كونسيلر بس. فكنت بدور على حاجه تبقى مدياني الشكل الفريش ونفس درجه لوني، وفي نفس الوقت تخفي الهالات وبس، ما يبانش ان انا بقى حاطه ميك اب جامد بس. فده ما ادانيش الفكره اللي كانت في دماغي. وبس كده، هو ده فيديو النهارده. اتمنى يكون عجبكم واستمتعتوا وانتوا تتفرجوا عليه وعلى المشتريات اللذيذه جدا دي. استنوني فيديوهات جايه ان شاء الله كتيره. كان معاكم آية سليمان، شكرا ليكم، السلام عليكم.